اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. يعني انا بصراحه كنت مخطط اعمل حلقه يعني عن اكثر من موضوع، استون فيلا، مانشستر سيتي، هينها مسجل، هاي ورقه مسجل. بس يعني مباراة برشلونة ما خلت لي مجال اعمل اشي، يعني لازم تكون حلقة خاصة لها. يعني هلا انا عشان بدي افهم فوز جيرونا بهاي الطريقة على برشلونة، هو فيش غير حل واحد، ما في تفسير ثاني، مستحيل يكون في تفسير ثاني غير هيك، الا وهو انه جوارديولا قاعد مع ميشيل معطيه خطط وتكتيك وكل شيء، ما فيش غير هيك. او جوارديولا كان مع التليفون بقول له شو يعني، زي ما انتم عارفين، لانه جيرونا تحت مجموعة السيتي، ففي تعاون مشترك، فخلص اكلنا كنادر السنة. فلا صراحة ما عندي تفسير ثاني على اللي عمله جيرونا غير هيك. صراحة اللي صار في المباراة كاملة بتحملوا اللعيبة وتشافي. انا من الناس اللي كنت بوقف مع تشافي يعني بخون في ظهر المدرب، خصوصا هذا. بس على اللي سواه امبارح، لا يا حبيب، لا يا قلبي، لا يا كتكوت، ما في مجال. اذا لعيبتك ما مسكوش طابه، يعني حسيت شعور اتلتيكو مدريد بتضلك تدافع واللي قبالك بيستحوذ وبطص فيك. اما نيجي لاهداف جيرونا، دفاع برشلونة صافن. الاهداف الاربعه اللي اكلوها برشلونة الدفاع كان صافن. الجول الاول في ظهر كريستنسن، كيف ليش عمل زحلق هوب لقاه في الجول الثاني الشباب كلها صافنه بتتفرج. ولا الجول الرابع يا حبيبي، الجول الرابع يعني يامال قال لكوندي سكر، لا ما فيش، ضل فاتح هيك بحل. اي حدا مارق بفوت بسلم بيطلع، ولا كانه في حدا. تقول بيت ضيافه ونازلين، اهلين شباب سلامات يعطيكم العافيه كيف حالكم، بفوتوا. ما في دفاع امبارح، ما فيش دفاع وقت المباراه. وزي ما حكيت لكم كنت خايف من لاعبين بصراحه، كنت يعني خلص وشكي كان في محله، يعني اللي هم رافينيا ليفازيفكي اللي حكيت عنه. اوكي جبت جول راس وكذا ويعطيك العافيه، بس يا زلمه انت عباره عن ثلاجه، انت مش لاعب، انت ثلاجه. زين شو الفرصه اللي ضيعتها؟ زين واحد مبتدئ في الاكاديميات ما بضيع هيك فرصه. ما تقولوليش انه والله ما كان متوقع حتوصلوا، يخرب بيته سهله. يعني الف باء مهاجم بجيبها، ما في غير هيك جول. هو لا ضربها بكتفه. ونيجي للمحترم رافينيا، اللي يعني كنت انت منفرد. رافينيا امورك تمام، فيش عليك مشكله. بتكورب ليش؟ بدك ميزان ستيرنج على دقيقتين مشوار على البيادر، باخذ رافينيا بحطه عند الميكانيكي، استاذ يعطيك العافيه زبطوا ميزان ستيرنج، الله يخليك، الولد بيعكي في الشمال. طب دغري كمل يا ابن الحلال. لا وغير الطابه اللي مقشره اللي اجته من اراخو من اخر الملعب، ورافينيا مش عارف يستلم، مش عارف يهدي، مش عارف يعمل ايه. لا بصراحه المباراه كانت بتجلط، يعني المباراه قاعدت لي هون هيك هون قاعد المباراه مش معقول صراحه. يعني جيرون استحوذ، فرصه اكثر واخطر. ما يغركم انه والله برشلونه شايل 30 شوطه على الفاضي، كذب، فيش كله برا على الفاضي. سيطر على الملعب زي ما حكيت، شوط اكثر على الجول، كل شيء عمله جيرون صح. مدرب جيرون ميشيل عرض شافي صراحه، قل قيمته، بهدل، اعطاه درس تكتيكي نار، ما خلاه يتنفس في الملعب. لا مش يصلح اغلاطه بالشوط الثاني، ما عمل شيء. على عكس مدرب جيرونا بالشوط الثاني شاف في اغلاط، ممكن ما بعرفش اغلاط، شاف في شيء، او شاف في اغلاط نقص في برشلونه، نزل لاعبين واللاعبين سجل. فهون بدل انه المدرب عارف شغله وبيشتغل صح. وتشافي كوندر، انا من الناس اللي كنت بدافع عن تشافي، بس في المباراه هاي اللوم كبير عليه، 60% 70% اللوم على تشافي، 30% على اللعيبه اصلا مش صح. اللعيبه المفروض زي اللعيبه اللي عند برشلونه بيحكوا اوف والله هذول اللعيبه اللي بينافسوا ابطال اوروبا، بس مع تشافي مش شايف هذا. ابصر السنه الجاي في النص الثاني من الموسم يصحوا، ما بنعرف. فالمباراه صراحه كانت صعبه كثير على برشلونه، وبتقدروا تشوفوا الفيديو القديم او الفيديو اللي قبل هذا، انا حكيت انه حتكون مباراه صعبه وعلى الاغلب جيرونا كمان يفوز عادي. فبس هاي كانت حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا تعملونا لايك شير سبسكرايب وزبطونا، اعملوا شرات يعني، زبطونا. سلام.